هنعمل فيديو من سلسلة أرخص وأغلى. ومادام نورهان هتعمل فيديو أرخص وأغلى، يا ترى هتعمل إيه؟ أكيد سكين كير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده الفيديو مختلف شويه، هنعمل ارخص ضد اغلى. مش عارفه الصراحه اذا كان حد جاله الفكره دي قبل كده في العالم ولا لا، انه يعمل ارخص واغلى سكين كير. بس بما ان دي اكتر حاجه انا بحبها، فقلت يلا خليني اعمل ارخص واغلى سكين كير. ومين فيكم عارف ان دلوقتي بقى فيه سوبر سانك؟ تحت الفيديو دلوقتي هتلاقوا فيه علامه قلب كده، دي تقدروا تدعموني منها، تقدروا تولعوا عليها اخت اللايك. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده من غير رغي كتير. مش عارفه انتوا شايفين الحاجه ورايا ولا لا، بس انا حطيت كل الحاجات الارخص هنا والحاجات الاغلى هنا. اول خطوه اكيد هي الغسول. الخطوه دي انا عملتها قبل ما اصور. في الجزء الاغلى استعملت فيشي نورمادير، في الجزء الارخص استعملت جارنيه اللي هو بفيتامين سي. فدول كده الغسولين اللي وقفوا ضد بعض في مرحله الغسول. انا بقى اخترت ايه؟ الصراحه انا اميل لفيشي. اللي بيتابعني هيعرف ان انا على طول بستعمل الغسول بتاع فيشي ده، والحقيقه ان انا بحبه جدا جدا جدا، لان ده كويس قوي في الحبوب. وكمان جرنيه في ناس كتير بتتحسس منه، فانا هختار في المرحله دي فيشي. والخطوه اللي بعد كده هي التونر، ودول الاتنين تونر اللي انا اخترتهم. ده من كوزريكس وده من بزلاين الاصدار المصري. وبكده التحدي يكون بين بزلاين وكوزريكس التونر. وخلونا بقى نبدا ونحط كل واحد على وشنا. انا مختاره النص اللي انا بالنسبه لي هو الشمال، في الحقيقه بالنسبه لكم تقريبا هيطلع اليمين في الكاميرا، هو اللي فيه الاغلى. فهحط التونر ده في النص الشمال والتونر بتاع بزلاين في النص اليمين. واحب اقول لكم ان مش بالشرط ان الحاجات اللي انا مختارها تكون اغلى وارخص. هي اغلى وارخص بالنسبه لي في الحاجات اللي موجوده عندي. يعني اكيد في غسول اغلى من فيشي، واكيد في غسول ارخص من جارنيه، مش عارفه الصراحه، بس اكيد في اغلى وارخص منهم يعني. ودلوقتي هنحط النص التاني ببزلاين. ودلوقتي ده شكل القطنتين بعد التونر. يمكن التانية بتاعت كوزريكس فيها لون اكتر. بالنسبه لي هختار مين؟ هختار بتاع كوزريكس. اكيد انتوا عارفين ان انا ما بحبش خالص بتاع بزلاين ده، وانه ما عمليش اي حاجه، قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع التونر. لكن بتاع كوزريكس ده حلو جدا، ان هو بيقشر طبقه من البشره، وكمان لطيف جدا على البشره، مش بيحرق، ملوش ريحه. ودلوقتي هنيجي لخطوه الايسنس. الجزء الغالي كمان هيكون من كوزريكس، الايسنس الاشهر في العالم. والجزء الرخيص هيكون جل صبار، لان مفيش ايسنس رخيص في العالم اساسا. فدلوقتي التحدي بين جل الصبار من هيمالايا والايسنس من كوزريكس. هنا اقول لكم ان الايسنس ده انا على طول بشكر فيه، وان ده من اكتر الحاجات اللي غيرت بشرتي للاحسن. بصوا قوامه لزج كده شويه، وحقيقي ده يعني للحبوب، للعلامات، للمسام، للتجاعيد، ده بيصلح كل حاجه. اصلا نوع الايسنس ده مشهور جدا جدا في العالم، وانا عرفته من الكوريين، ما كنتش اعرفه قبل كده الصراحه. بس هو حتى بصوا بيدي لمعه للبشره ازاي اول ما بتحطوه، حقيقي بيحسن من ملمس البشره جدا مع الوقت. الحاجه التانية اللي هستعملها هي الجل بتاع هيمالايا، استعمله على النص اليمين. والحقيقه ان دي مقارنه ظالمه، لان مفيش حاجه ينفع تتقارن ب الايسنس بتاع كوزريكس. ريحته برفان، ريحته مش وحشه، بس ريحته فيها عطور جامد جدا. بس والله يعني برضو ناعم البشرة، بس طبعا البشرة شربته اسرع بكتير من بتاع كوزريكس. طيب اكيد انا هختار الايسنس بتاع كوزريكس عن جل الصبار بتاع هيمالايا. زي ما قلت لكم دي مقارنة ظالمة شوية، بس هو اصلا منتج الايسنس هو منتج غالي، مش منتج يعني ممكن يبقى فيه منه رخيص يعني. الخطوة اللي بعد كده هي السيروم. انا اخترت كمان من جارنيه الفيتامين سي للجزء الارخص، واخترت ذا اوردينري هايلورونيك اسيد للجزء الاغلى. صحيح ده مش اغلى سيرم ولا حاجه، اصلا هم يعتبروا من السيرمز الرخيصه، بس هم في مصر غاليين يعني. وبكده تكون المقارنه بين سيرم جارنيه وسيرم ذا اوردينري. النص ده هنحط السيرم بتاع جارنيه، والسيرم ده الحقيقه كويس يعني، ده بقى يعني حلو الصراحه، يعني ده حلو قوي في البقعه رغم ان هو رخيص يعني. وفي الجزء الاغلى هنحط ذا اوردينري، وده بقى بيعمل بلومب كده للبشره. شايفين اللمعه اللي بقت في الجزء ده؟ يبقى انا هختار مين
كمان هختار ذا اوردينري. انا حاسه ان انا ملت اكتر للجزء الغالي، بس هنقول الراي الكامل في الاخر. بس في سبب للاختيار، لان ده يمشي على كل الناس، لكن مش كل الناس هتستحمل الفيتامين سي بتاع جارنير. الجزء اللي بعد كده وده بقى في فرق علمي ما بينهم في السعر، هو لوريال الكريم بتاع العين وكيلز الكريم بتاع العين. طبعا هما فرق السعر ما بينهم خيالي، بس برضو النتيجة ما بينهم خيالية، لان الكريم بتاع لوريال اكيد مش هيطلع زي الكريم بتاع كيلز. انا جربت كيلز كتير، وكمان مخلصة علبة قبل كده كاملة من لوريال. لوريال حلوة قوي قبل الميك اب في الترطيب، لكن ما بيعملش اي حاجه تاني. لكن كيلز هو علاج للعين، يعني هالات، خطوط، ترطيب، انتفاخات، كل حاجة بيحلها الكريم ده. بس هو طبعا سعره اغلى بكتير، يعني يجيب 10 مثلا من ده. ففي النص ده هنحط الكريم بتاع كيلز، وفي النص التاني هنحط الكريم بتاع لوريال. طبعا في الدمج هيبقى لوريال اسهل بكتير من كيلز، لان كيلز تقيل كقوام تقيل. لكن خليني اقول لكم، شايفين الفرق؟ شايفين تحت عيني ده زي ما يكون حصل فيه اضاءه ازاي؟ هو كريم كيلز بيعمل كده، اول ما بتحطيه بيدي زي اضاءه تحت العين. ففي كريم العين كمان هختار كيلز، هختار الاغلى. حاسه ان كلهم هيطلعوا الاغلى، فخلينا نكمل ونشوف. بس قبل ما نكمل خليني اقول لكم ان مفيش سكين كير هيجيب نتيجه لحظيه يعني اول ما نحطه، لكن الحاجات دي انا كلها مجرباها، وكلها العلب اصلا قربت تخلص، فانا عارفه نتيجه مين احسن، وعارفه كل واحد بيعمل ايه. علشان كده انا بقارن وانا بحطهم دلوقتي، لكن انا مستعملاهم قبل كده كتير. دلوقتي خلينا نروح لكريمات الترطيب. الارخص هيكون سيرافي، والاغلى هيكون كيو في، وبكده تكون دي المقارنه المره دي بين سيرافي وكيو في كريم الترطيب، وهم قوامهم مختلف جدا. انا بالنسبه لي هميل اكتر للقوام بتاع سيرافي اللي هو الارخص. شوفوا القوام بتاعه خفيف ازاي. انا بحب قوام الكريمات الخفيفه في الترطيب، وكمان سيرافي بيرطب حلو جدا. لكن كيو في هو قوامه تقيل جدا جدا جدا. خليني اوريكم، شايفين ما بينزلش اساسا، يعني القوام بتاعه تقيل جدا، ولكن هو كويس قوي في البشره الملتهبه. لو عندك اكزيما فيمكن هو عايز حالات خاصه شويه، لكن هو كمان كويس جدا ان هو ولا بيطلع حبوب، بيهدي البشره لو هي ملتهبه. فانا بالنسبه لي هختار مين؟ هختارهم هما الاثنين الصراحه ينجحوا، لان الاثنين حلوين، فحرام اظلم واحد منهم. ودلوقتي نيجي للصن بلوك. والصن بلوك معروف ان هو من اغلى الحاجات اللي في السكين كير. هنختار بين لاروش بوزي و اي اند ليب، دي ماركه كوريه. فده هو شكلهم، وهما الاثنين ليهم نفس درجه الحمايه. الكوري هنحطه على الجزء اليمين. خليني اقول لكم ان هو مش سيء خالص، بالعكس جميل جدا، انا بحب ده. ولكن لاروش بوزي بيحمي اكتر بكتير من الشمس، فده ينطبق عليه ان الغالي ثمنه فيه. يعني بصوا انا خلاص حرفيا الجزء ده هينور من اللمعه. فانا بالنسبه لي هختار مين؟ لا الصراحه هختار لاروش بوزي، لانه بيحمي جدا جدا من الشمس. لكن انا بستعمل ده اكتر للجسم من بشره الوش. والخطوه اللي قبل الاخيره هي مرطب الشفايف. هنقارن بين الاثنين دول، الارخص هو لابيلو والاغلى هو كارمكس. خليني اقول لكم ان انا بستعمل لابيلو كتير جدا جدا جدا، لكن هي ترطيبها اضعف بكتير من التانية اللي هي كارمكس. كارمكس دي بترطب حلو جدا، بس عيبها ان هي ملهاش لون. بس دي في الترطيب حلو جدا، بتضيع اي قشور، بترطب الشفايف جدا، وبتحافظ كمان على ترطيب الشفايف. نص شفايفي بقت بلون والنص التاني من غير لون. فانا بالنسبه لي صراحه هختار كارمكس، لان هي ترطيبها فظيع. يعني دي اصلا معروف ان هي من احسن الحاجات للشفايف. بين الارخص والاغلى في مرطبات الشفايف اللي كسب الاغلى. واخر حاجه كنت عايزه اقارن بينها في السكين كير هما السيرمز بتاعه الرموش، بس التانية للاسف الارخص ضاعت. الارخص كانت بتاعه مايلاش سيرم بتاعه اتيتود هاوس، والاغلى كانت بتاعه مافيلا. وخليني اقول لكم ان اللي هيكسب في المقارنه دي مش مافيلا، اللي هيكسب في المقارنه دي كان مايلاش سيرم قبل ما تضيع. بس مش عارفه الصراحه العلبه راحت فين يعني، وانا دلوقتي جايه اصور الفيديو ما لقيتهاش. مايلاش سيرم اخف وبتدي احساس ترطيب اكتر للعين، لكن مافيلا بتنشف كده على العين. فانا
انا يعني ارجح ميلاش سيرم، بس هي في الاخر خالص تحسوها بتوقع الرموش شويه، فما تكتروش من استعمالها، ممكن تستعملوها مره واحده كل يوم وهتبقى كويسه جدا، احسن كمان من مافيلا اللي هي دلوقتي ب 500 جنيه تقريبا. طيب احنا كده خلصنا كل الخطوات. خليني اقول لكم بقى ان احساسي الجزء ده يعني بيلزق شويه، بتهيألي ده من جل الصبار، الجزء ده بيلزق شويه مش عارفه ليه، ولان كمان بتاع جارنيه السيرم بيلزق، لكن الجزء ده يعني اكتر تحسوه مترطب كده. طيب لكن احساسهم على بشرتي انا حاسه نفس الاحساس، يعني حاسه نفس الاحساس زي ما قلت لكم. الفرق في النتيجه مش الفرق في الوقت، يعني مش فرق في الشكل الوقتي. مش معنى ان انا اخترت معظم الحاجات في الاغلى، يمكن عشان انا معظم الحاجات اللي عندي انا مستثمره فيها وحاطه فيها فلوس يعني، فبجيب الحاجات اللي بتبقى معروف ان هي كويسه وغاليه. ده مش معناه ابدا ان كل حاجه هي غاليه هي كويسه وكل حاجه رخيصه هي وحشه. هي الفكره في المنتج نفسه وفي الشخص كمان اللي بيستعمل المنتج، لان بالذات السكين كير مش دايما بتطلع نفس النتيجه، بتختلف من شخص للتاني. لكن انا بقول لكم تجربتي مع المنتجات بحكم تجربتي الشخصيه معاها. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تدوسوا على السبسكرايب او الاشتراك من الزرار اللي ما بقاش احمر، كان لونه احمر بقى اسود اللي تحت الفيديو. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.